أيوة، ذكر آخر شبهة، ماذا نطول على الناس، شبهة كثيرة هي موجودة في الساحة. طيب قال ده الخنجر، قال إنه عائشة رضي الله عنها قالت إنها ما بتدخل حجرة الرسول، حجرتها المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مدفون فيها عمر وهو يراها. قال وهو شنو؟ يراها. قالت قديما كنت في حضرة رسول الله وهو زوجي، وفي حضرة الصديق وهو أبي، والآن في حضرة عمر وإنه يراني. علاقتنا بأهل البرزخ لا تعني بأنهم دفنوا. عائشة رضي الله عنها ما قالت أنا عمر يراني بالمناسبة، القصة قالت كنت أدخل إلى قبر زوجي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا واضعة ثيابي، لأن دي حجرتها، فلما ودفن مع أبي أبو بكر أيضا واضعة ثيابي، فكنت أقول إنما هو زوجي وأبي. قالت فلما دفن معهما عمر كنت لا أدخل إلا وأنا علي ثيابي حياء من عمر. مش قالت كان بيراني بيشوفني، يشوف ده معناته ما ميت، صحيح ولا ما صحيح؟ ومعناته الصحابة دفنوا حي، ومعناته أبو لؤلؤ المجوسي ما طعن، صحيح؟ وكون الصحابة دفنوا حي معناته الصحابة قتلوا عمر، ومعناته خنجوري ده بيتهم الصحابة إنهم قتلوا عمر بن الخطاب، صحيح ولا ما صحيح؟ وده كلام طويل يعني، وده زي من باب الشيء بشيء يذكر، يقول لك الرسول ما مات، والصوفي من هنا يقطع تأشيرة بتاعت حاجة يدفع 40 مليون، يقول لك ماشي أزور قبر النبي، ما بجيب لك سيرة الكعبة ذاته. طيب النبي ما في القبر، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أصلا، مش قاعدين يقولوا ما مات، وفي نفس الوقت يقول لك ماشيين نزور قبره، هذا تناقض. عشان كده الشيخ العثيمين نقل عن ابن تيمية في شرح العثيمين لكشف الشبهات قال ما من مبتدع إلا والرد عليه من كلامه، لكن ده بيحتاج لدراية يا جماعة، زول يكون عنده دراية وعنده علم بيقدر يرد على المبتدع من كلام. جزاكم الله خير، بارك الله، جزاكم الله.